مساء الخير، يا رب الجميع يكون بخير. هكلمكم النهاردة عن نوع من الحب مش كل الناس بتقدر توصل له. مش كل الناس بتقدر توصل مهما كانت بتحب الطرف التاني أو بتحب شخص أو بتحب حاجة معينة لقمة الإخلاص والثقة والحب المتبادل اللي بين الطرفين بالمنظر ده. حب من نوع آخر هو أكبر وأعظم وأطهر حب اتخلق ومش هيتخلق غيره. حب الإنسان لله وصدقه معاه. صحيت النهاردة على خبر أحد الأصدقاء منزل نعي لحد صديق له توفاه الله. دخلت عزيته، ولكن الفضول أخدني إن أنا عايزة أبص على صفحة الصديق اللي توفى ده، ومعرفش ليه كان في حاجة بتشدني إن أنا أبص على الصفحة دي. الغريب إن أنا ما دخلت الصفحة، قبل ما أدخل الصفحة أساسا كان صديق ده منزل في النعي: خلاص يا حبيبي أنا مش هصحى على صوتك تاني، مش هسمع كل يوم صباح الخير اللي أنت معودني عليها. الغريب إن ما دخلت الصفحة لقيت كل أصدقائه منزلين نفس الكومنت ده: خلاص مش هنسمع صوتك تاني، خلاص مش كل يوم هنصحى على صباح الخير بتاعتك. ده شاب 30. بصيت على الصورة بتاعته حسيت انه فعلا بني ادم قد ايه طيب وقد ايه نقي وقد ايه طاهر وقد ايه نظيف. بصيت على صفحته لقيت عادية ولكن فيها بعض الأدعية، يعني صفحة محترمة وفيها بعض الأدعية. لكن الغريب في الموضوع، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني لقيت بوست قبل إعلان وفاته ب5 ساعات. مع العلم الشاب ده لا كان مريض ولا بيشتكي من أي حاجة، ومات على فجأة بدون سبب. ولكن البوست اللي نزله قبل ما يتوفاه الله ب4 ساعات فكرني بآية سورة الأحزاب. يعني قد إيه الصدق في النوايا مع الله بيوصل لكده. بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق مع الله والصدق في النوايا يعني بيوصل لكده. يعني ايه اتمنى ان انا اشوف ربنا بصدق وبعد ساعات اكون بين ايدي ربنا. البوست اللي لفت نظري واللي انا حابه ان انا اقوله لكم واللي هحطه لكم في اخر الفيديو هو الايه القرانيه، واستمعوها كويس هتحسوا باحساس غريب. فعلا الشخص ده سبحان الله بينه وبين ربنا ايه، يعني اللهم يعني ربنا يحسن ختمتنا ويجعل مأوانا ومأواه الجنة ويرضى عنا ويسر لنا حالنا ويتوفانا مؤمنين موحدين ذاكرين لله في آخر ملينا من الحياة. البوست بيقول على لسان الشخص ده: بعيدا عن طمعي بالجنة وخوفي من النار، أريد حقا رؤية الله. أريد أن أرى من ذا الذي لطالما آنس وحشتي وأفك كربتي وآمن روعتي ودبر حياتي. من ذا الذي آوانا حينما جافونا، من ذا الذي شافانا وأطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوة. وفي الآخر: اللهم لا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم. قد كده اتمنيت لقاء ربنا بمنتهى الصدق والأمانة، لبعد دقايق وساعات قليلة، 4 ساعات أو 3 ساعات كانوا بيفرقوك عن الكلام ده بينك وبين لقاء الله. حبيب ناجي حبيبه وقال له: أنا بحبك، مش طمع في الجنة ولا خوف من النار، أنا طمعان إن أنا أكون بين إيديك وأشوفك بصدق. دقايق وكان بين إيديه. الله يرحمه ويحسن ختمتنا جميعا وينعم علينا بالطريق الصح وطريق الهداية. مهما كان فينا من أخطاء، إحنا مش ملايكة. المهم آخر لحظات لينا في الدنيا هتكون إيه بيننا وبين ربنا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم
إن الله كان غفورا رحيما.